انا كنت بفكر الموضوع سهل زيك كده. عشان تنظف فلتر الهواء كل اللي عليك بعد ما تحله من الموتوسيكل انك تجيب الكمبروسر وتديله نفختين، نفخه من هنا ونفخه من هنا، وكده الموضوع اتحل. بس الموضوع طلع اكبر من كده بكتير، وعشان تعرف ايه اللي بيحصل في فلتر الهواء وازاي تنظفه تابع الفيديو ده للاخر. الموتور عشان يشتغل صح محتاج هواء نظيف يدخل مع البنزين عشان تحصل عمليه الاحتراق بشكل مثالي. اي تراب صغير او حشرات او اي رواسب تعدي من الفلتر بيتحول جوه الموتور لحاجه كده زي الرمله بتاكل في السلندرات والبساتم زي ورق الصنفره كده بالظبط. وهنا يجي دور بطلنا الصغير وهو فلتر الهواء. فلتر الهواء ده هو خط الدفاع الاول ضد كل التراب اللي موجود في الجو. بس السؤال هنا، هو ينفع انضف فلتر الهواء كل فتره واستخدمه تاني ولا اغيره على طول ورايح دماغي؟ في تجربه اتعملت كده عن فلتر الهواء بتاع العربيه، بس نفس المبدا دوت هنمشيه على الموتوسيكلات لان فكره عمل الفلاتر كلها واحده. بينوا ان بعد 10000 كيلومتر الفلتر بيكون شايل حوالي 60 جرام تراب، يعني كميه تراب كافيه انها تبوظ اجدعها موتور لو دخلت فيه. وفي التجربه دي استخدموا طريقتين عشان ينضفوا الفلتر. الطريقه الاولى وهي بالخبط، بداوا يخبطوا كده على الفلتر وينزلوا التراب اللي فيه. اما الطريقه الثانيه وهي بكمبروسر الهواء، والنتيجه ان الطريقه بتاعه كمبروسر الهواء شالت تراب كتير فعلا، بس في المقابل الفلتر نفسه باظ. الالياف الورق اللي بتفلتر الهواء اتفتحت واتقطعت وبقت المسام واسعه، وده معناه ان التراب هيبدا يعدي بسهوله بعد كده، وكده الموتور بياخد تراب من غير ما تحس. يعني باختصار بقى عندك فلتر نضيف من بره بس من جوه ميت حرفيا. طب نعمل ايه لو الفلتر لسه جديد شويه وعايز تنضفه؟ وايه هي الطريقه الصح اللي انت تنضف بيها اي فلتر؟ وهنا هقول لك الطريقه الصح حسب صيانه كل فلتر. لو الفلتر بتاعك ورق اوعى تستخدم عليه كمبروسر او ميه. الحل انك تخبط عليه بالراحه عشان ينزل كل التراب اللي فيه، وتستخدم عليه مكنسه شفط مش نفخ. وبعد محاوله التنظيف ديت لو حسيت الفلتر بتاعك لسه متوسخ يبقى الحل انك تغيره وخلاص. النوع الثاني هو فلتر الهواء السفنج. ده اول حاجه بتستخدمها في طريقه تنظيفه انك بتغسله بميه وصابون، بعد كده تسيبه ينشف، وبعد كده بتدهنه بزيت الفلاتر اللي مخصص ليه لحد ما الزيت ينشف عليه وتركبه تاني. النوع الثالث وهو فلتر القطن. الشركه المشهوره بيه كان ان. بعد ما تشيل الفلتر تتاكد انك بتغسله بميه من الخرطوم، والخرطوم دوت ما يكونش الضغط بتاعه عالي قوي عشان ما يبوظش المسام بتاعه الفلتر. بعد كده بتمسك الفلتر وتهزه جامد عشان الميه اللي فيه تنزل منه، وتسيبه ينشف لحد ما تتاكد ان الميه اللي فيه نشفت خالص. وبعد كده بتجيب الدهان او السبراي المخصص للفلاتر، بتدهن كل جزء فيه بالتساوي من الجنبين وتتاكد ان كل حته اتغيرت للون الاحمر. بعد كده بتركنه على جنب، وقبل ما ينشف بتمسكه تاني وتبص فيه، ولو في حته ما اتحولتش للون الاحمر بتبدا ترشها تاني او بتدهنها بالزيت لحد ما الفلتر كله يتحول معاك للون الاحمر، وكده يبقى معاك فلتر جديد وجاهز للاستخدام. وتعالى اقول لك عن العلامات اللي تعرف من خلالها هل فعلا الفلتر بتاعك بايظ ولا مسدود وخلاص. لو حسيت ان الموتوسيكل بتاعك بيستهلك بنزين اكتر من المعتاد، وده عشان لما الفلتر بتاعك بيتسد بالتراب كميه الهواء اللي بتدخل للموتور بتقل، فالاي سي يو او الكمبيوتر او الكربوراتير في الموتوسيكلات القديمه بيحاول يعوض النقص ده بزياده البنزين عشان يفضل عمليه الحرق ماشيه، لكن النتيجه ان الخليط بقى غني بالبنزين، يعني بنزين اكتر من الهواء، وده يخلي الموتور يحرق بنزين اكتر من اللازم، والنتيجه استهلاك بنزين اكتر بنسبه توصل ل 20%. صوت الموتور بقى مكتوم. 2 العزم بيقل عشان الحرق مش مثالي. نيجي للنقطه الثانيه اللي انت ممكن تحسها، ان السحب بقى ضعيف وصوت الموتور مكتوم، وده نتيجه الهواء اللي بيدي قوه للموتور وقت الحرق. لما الفلتر يسد الضغط السربي اللي بيدخل للبوابه بيزيد، فكميه الهواء اللي تدخل بتقل جدا، الحرق بيبقى ناقص اكسجين، وبالتالي القوه الناتجه من الانفجار اللي داخل السلندرات بتقل، وده بيسبب السحب بيقل كأن الموتوسيكل مكتوم، والموتور بيحاول يعوض الاداء بالنقلات الصغيره بس الاداء برضه بيفضل ضعيف. كمان هتسمع صوت مكتوم عشان الهواء مش داخل بحريه. النقطه الثالثه ان هتلاقي الموتوسيكل بتاعك بيطلع دخان اسود وانت ماشي. ده واحد من اوضح العلامات على ان خليط البنزين والهواء بيبقى غير متوازن. الهواء القليل زائد البنزين الكتير بيساوي عمليه حرق ناقصه. عمليه الحرق الناقصه ديت بيخلي البنزين ما يتحرقش بالكامل، وده بيخلي العادم بيطلع كربون اسود او دخان غامق، ونتيجه لكده بتلاقي دخان اسود طالع من الجاكمان وخصوصا وقت التسارع. كمان هتلاقي الدخان دوت طالع معاه ريحه بنزين، ولو جيت كشفت على البوجيهات هتلاقي البوجيهات بتاعتك لونها اسود، وده نتيجه لتكون الكربون عليها. النقطه الرابعه اللي هتحسها ان صوت فلتر الهواء مكتوم
او مكتوم زياده عن اللزوم. الفلتر المسدود بيمنع الهواء يدخل بسهوله، فالهواء بيحاول يعدي من المسام الصغيره جدا دي، وده بيعمل صوت شفط مكتوم او تنفس متقطع كأن نفسه بيتكتم. وفي بعض الحالات ممكن كمان تسمع صوت صفير. صوت الصفير اللي هتسمعه في الموتور دوت هتحسه وانت بتضغط دواسه البنزين، ونتيجه لكده هتحس ان صوت الموتور معاك متغير وبيطلع صفافير، بس الصفافير اللي هنا دوت مش سوبر تشارج، ده الفلتر بتاعك محتاج صيانه ومحتاج يتغير. السحب هنا بيقل مع السرعات القليله. كمان نقطه هتلاحظها كويس قوي ان الموتور بتاعك حرارته بتعلى زياده عن اللزوم او زياده عن الطبيعي، وده بسبب عمليه الحرق اللي مش متوازنه خالص. كل العلامات اللي احنا قلنا عليها ديت معناها ان نسبه خليط الهواء للبنزين مش مظبوطه خالص، والنسبه دي لازم تكون دقيقه جدا، واتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده، وهي 14.7 جزء هواء مقابل 1 بس جزء من البنزين. واي خلل بسيط قوي في النسبه دي ده هيأثر على عمليه الحرق، وبالتالي خلل في اداء الموتوسيكل بتاعك. والحاجات اللي احنا قلنا عليها زي الاداء الضعيف وصرف البنزين العالي وسخونيه الموتور والبوجيهات المتوسخه وكمان الدخان اللي طالع من الجاكمان، لو لاحظت حاجه من الحاجات الخمسه اللي احنا قلنا عليها ديت يبقى لازم تغير فلتر الهواء بتاعك. طب السؤال اللي انت لازم تساله، امتى اغير فلتر الهواء؟ فلتر الهواء دوت بعض الشركات بتقول لك ان انت تغيره من 8000 ل 12000 كيلو، ودوت بيختلف على الطريق اللي انت ماشي فيه. يعني مثلا لو الطريق اللي انت بتمشي فيه مليان تراب لازم تغير فلتر الهواء قبل المسافه اللي احنا قلنا عليها ديت، عشان هو هيتعرض لضرر اكتر بكتير. وزي ما قلنا من شويه ان فلتر الهواء دوت فيه منه 3 انواع، برضه هتلاقي فيه منه الاصلي والتقليد والسبورت. طب ايه الفرق بين كل واحد فيهم؟ فلتر الهواء الاصلي دوت معمول بدقه بيوازن بين تنظيف الهواء ودخوله للموتور، اما الفلتر التقليد مسامه اوسع، ممكن يعدي تراب، وفي بعض الحالات بيبوظ اسرع. فلتر الهواء السبورت معمول عشان البرفورمانس، عشان يديك اداء احسن، معمول عشان يدخل هواء اكتر، بس لازم يتغسل ويتزيد بالطريقه الصحيحه واللي هي قلنا عليها، والا هيدخل تراب اكتر من اللازم. يعني فلتر الهواء السبورت هو احسن نوع من الانواع، بس لو ما تصينش بالطريقه الصحيحه هيأثر عمر الموتور بتاعك. الخلاصه مش اي حاجه اسمها تنظيف تبقى مفيده، في حاجات التنظيف بيكون فيها مؤقت، لكن التغيير هو اللي هيحافظ لك على عمر الموتور بتاعك. فلتر الهواء الرخيص ممكن يبوظ لك الموتور بتاعك، فدايما اختار الصح حتى لو كان اغلى شويه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وانزل اكتب لي في الكومنتات ولو المشكله دي قابلتك هل انت بتغير فلتر الهواء ولا بتنضفه، ولو بتنضفه بكمبروسر الهواء ولا بمكنسه شفط. في الاخر كان معاكم رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي، سلام.